بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين والسادة المشاهدين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم طيبين. أيام سعيدة علينا وعليكم يا رب. طبعا معلش اعذروني إن أنا متأخرة في تنزيل الفيديوهات معاكم شوية اليومين دول، بس انتوا عارفين إن أنا طبعا عندي امتحانات وكده. ف دعواتكم معايا كده إن أنا خلاص على خير إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله أقدر أقدم لكم كل حاجة حلوة وكل حاجة أقدر أعملها معاكم، وأقدر أكون عند حسن ظنكم، وأقدر أفيد البنوتات الحلوين العرايس الجميلة اللي لسه داخلين على مرحلة الزواج إن شاء الله، يتعلموا مني إيه حاجات أقدر أفيدهم فيها في حياتهم العصرية. تمام، هنعمل النهاردة شوية محشي مشكل. تمام يعني حاجة كده قلت ايه اظبط عيلي شوية وبيت. طبعا كل واحدة ملهاش الا بيتها واولادها، لازم تساعدهم على قد ما تقدر، مهما يكون وراكي مشاغل، مهما يكون وراكي مسؤوليات، بس صدقيني هم رقم واحد في حياتك. ان انت لازم تهتمي بيهم، تعملي لهم اللي هم عايزينه، تقدري تفرحيهم. ربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب ويبارك لنا فيهم. وتابعوا معايا بقى الفيديو وشوف انا هعمل ايه. طبعا هنا زي ما انتم شايفين جبت الفلفل وجبت الكوسه قورتهم. تمام. بعد كده خرطت بصلايه، حطيت مقليه على النار. حطيت فيها شويه زيت، نزلت فيها ببصله حلوه كده خرطتها على ايدي. تمام، انا عايزه انجز بقى على السريع، انتوا عارفين ان مفيش وقت بقى وكده وعايزه اعمل لهم حاجه يعني ايه استعجلوا كده. حطيت هنا طبعا فص مستكه. طبعا كان عندي توم متفرز، طلعت معلقه توم عفوا. عملتها زي ما انتم شايفين كده، فضلت اقلب فيها. طبعا هنا اتحمرت معايا، ما تخليش، حاولي ان البصل ما يزيدش معاكي في التحمير عن كده. تمام، يعني حاولي ان هي يا دوب تصفر معاكي كده بحيث ان تفضل ايه واخده طعم حلو معاها في طعم الاكل، محتفظه بطعمها. طبعا انا كنت ضربت شفشق طماطم. تمام. آه نزلت على الطماطم على البصله زي ما انتم شايفين كده. نبدا ان احنا نتبلها بقى ونسيبها ايه، نسيبها تتسبك. تمام. طبعا البهارات عندي كانت ضعيفة، حطيت من الموجودين عندي، حطيت كزبرة كمون فلفل أسمر ملح. تمام. تمام، طبعا الملح كان قليل، لازم شوف انت بقى العيار اللي قدامك الملح، ما اقدرش اقول لك قد ايه، بس انا حطيت معلقة من اللي هي معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة فلفل أسمر. طبعا انا طبعا جبت شوية رز مصري حلوين، غسلتهم غسل حلو. تمام. خرطت شوية خضرة. عملت بصلة مرتة. هنا طبعا الرز اهو. طبعا الرز المصري لازم ننقيه في شعريه يا جماعه اهو، لكم شايفين. لازم طبعا ان احنا نفر الرز كده، يا لازم قبل الغسيل مهما يكون نضيف، مهما يكون انت جايباه منين، ما ينفعش ان احنا نستخدمه كده على طول. هنا طبعا بدأت ان انا اغسل الرز. تمام. مه. هنا غسلنا الرز وصفنا خالص من الميه وبدأنا ان احنا نجيبه. عملنا هنا البصلة المرتة المعتادة اللي انتوا عارفين بها، الضميطة والبرصادية والمطرية والناس الحلوين دول. تمام. عملنا البصل المرتة وحطيتها على الرز. هنا طبعا وريته ان الصلصة لسه، طبعا كل الحاجات اللي انا عملتها دي والرز لسه ايه والصلصة لسه بتتعمل. طبعا حاطة المية دي هنستخدمها دلوقتي، هقول لكم هنستخدمها في ايه. تمام. تمام. نخلينا مع بعض ماشيين واحدة واحدة عشان مرجعش تقولوا لي ايه انت شغلتينا وانت عملتينا والكلام من ده. تمام. هنا طبعا عملت الصلصة وبدأت ان انا ايه اكمل بقية الحاجة بتاعت المحشي. عارفين بقى ان المحشي ده يوم المحشي غلبة، بالذات لما يكون محشي مسبك بقى وتعملي بقى تشكيلة، مثلا كوسة، بتنجان، فلفل، كلام من ده. طبعا انا كنت حاطه الميه يا جماعه عشان انضف البطايه الحلوه اللي معاكم دي. تمام، حاطه الميه غلت مني وكانت البطه هتتلسوع مني خالص، بس الحمد لله عرفت ان انا اسيطر على الموقف. والله يا جماعه يعني الواحد ايده في كذا حاجه مش في حاجه واحده، بس الحمد لله. طبعا هنا غسلتها غسل حلو، حطيت هنا ملح وحطيت خل، حطيت ليمون، يعني حط محلول النقع اللي انت بتستخدميه او اللي انت بتحبيه. ده حاجه بترجع لك انت، حريه شخصيه لك. انا مثلا بحب اغسله بطماطم، بحب اغسله بدقيق، بحب اغسله بميه الرز. بحب اغسله يعني على حسب الحاجه اللي تحت ايدي، بحاول ان انا استخدمها ايه بدري بدري كده. ما اقعدش افتكس في الحاجه، لا ده مش موجود يبقى انا مش هعمل كده، لا انا عندي اكتر من كذا حاجه محلول نقع. طبعا دي الصينيه اللي انتوا عارفين بتاع ده اللي هو قلب الكوسه،
لما انا قورت الكوسه ما بقيش برمي البتاع ده، بحطها تحت الكوسه عشان ما تلسعش، تعمل زي طبقه كده، وعلى فكره بتبقى طعمها حلو، بتدي طعم حلو للكوسه. بس احنا ما بناكلهاش، احنا بنحطها تحتها. في ناس بتحب تاكلها على فكره يا جماعه، بتبقى طعمها حلو جدا، صدقني بتبقى تحفه. بس يعني ايه، على حسب. هنا طبعا البطايه عملت لها بصله طريه مرته. المرتة ده عباره عن ايه، بصل، حطيت على معلقه كزبره، معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، وبدات ان انا ايه، افركها بايدي كده لحد ما تنزل عصاره الميه. وهنحشي البطايه زي ما انتم شايفين كده، حشوه حلوه. مهم. يا ريت لو وصلنا لحد هنا متبخلوش عليا باللايك والشير. اخواتنا اللي داخلين معانا جديد بالقناه متنسوش تفعلوا الجرس، اشتركوا بالقناه من زر الاشتراك الاحمر اللي في اسفل الفيديو، تحطوا اللايك الجميل بتاعكم اللي بيبسطني ويسعدني، التعليق الاجمل، وقولوا انتوا بتتابعوني منين، وقولوا لي برضو ايه رايكم في طريقه الاكل دي، يا رب تنالوا اعجابكم. طبعا انا عندي يا جماعه في ابره وخيط كده، بستخدمهم دايما لحشو الحمام، البط، الحاجات دي انا بحب اخيطها. تمام. تمام، حطينا انا حله، حطينا فيها مستكه وحبهان، حطينا فيها البطايه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. معلش الاضاءه عندي في المطبخ مش قوي، بس ان شاء الله كل الحاجات دي هظبطها بس بعد الامتحان، بس افضى كده والدنيا هتتظبط معايا ان شاء الله، هتصدقوني هتتفاجئوا معايا بحاجات كتير حلوه. تمام. قولوا تمام. حطيت هنا البصله، برضو البهارات المعتاده، ملح، كزبره، كمون، فلفل اسمر، عايزه تحط بقى قرفه، وحطيت ورق لورا برضو يا جماعه، وحطيت مستكه وقرنفل في الزيت وانا لسه بعمله. دي طبعا الميه بتاعه الخلاط بتاعه الطماطم، بتدي لون حلو قوي للشوربه على فكره يا جماعه، بتبقى حلوه قوي. هنا طبعا اهو شايفين المستكه على الوش اهي، والحباء والقرنفل، الحبان والقرنفل. تمام. هنا طبعا الدنيا تمام معايا. مهم. معلش بقى يعني ايه، استعجالي في استعجالي كده، انا ماسكه التليفون يعني، على حسب. طبعا هنا الرز بقى نحاول ان احنا نضيف الخلطه دي، الصينيه اللي انا هحشي فيها، احط فيها الفلفل والكوسه. طبعا ما كانش عندي بتنجان، مش بحب محشي الفلفل بتاع البصل بصراحه، في ناس بتحب تحشي البصل، انا بحب احشي الشطه. بس انا يعني جيت ادور في التلاجة بقى لقيتني اخر الاسبوع، طبعا عندي الحاجات دي المفروض ان هي هتبوظ لو ما استخدمتهاش بدري بدري. قلت لهم انا على ايه، تعال. هنا طبعا الرز زي ما انتم شايفين، حطيت عليه المرتة الجميلة. يعني طبعا التسبيك يا سيدي، يا سيدي على الريحة والجمال والحلويات، ما تقولوش لحد عليه. مهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، منورين يا غاليين. امانه امانه، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش التعليق الحلو بتاعكم اللي بيشجعني. دعوه حلوه لاختكم في الله. انا في امس الدعاء دلوقتي ان ربنا يقف جنبي، ان شاء الله تعدي المرحله بتاعه الامتحانات ده على خير ان شاء الله تعالى. هنا طبعا بحشي الكوسه اهو، انا بوريكم لان ماسكه التليفون في ايدي التانية مش عارفه طبعا اتحكم، بس انا بوريك ان هي سهله جدا تخبطها كده. انا حاطه المعلقه ليه، حاطه المعلقه عشان بخبط عليها وانا بحط ايه، وعشان الحشوه تنزل فيها صح. تمام. هوريك واحده تانية اهي، تحشي بصباع ايدك كده وتخبطها على المعلقه كده، تبقى مية مية. تمام. تمام، قولوا تمام. هنا طبعا حشينا الكوسه. مهم. طبعا شفت البطايه ولعنا عليها وسايبينها تستوي دلوقتي عشان ناخد الشوربه بتاعتها. نحطها فين، نحطها على الكوسه. ايه رايكم، ايه رايكم في الحلويات دي، بجد تحفه. طبعا عندي لسه ايه فاض معايا رز، هعمل بالرز يا هربين، لا طبعا عملت حله صغيره كده محشي ورق كرنب اهو. الرز فايض معايا يا جماعه، هعمل فيه ايه، طبعا الكوسه والفلفل خلصوا وفاض معايا رز. كان عندي كرنبايه صغيره كده حدقه كده محندقه، قلت له على ايه تعال. انا من النوع ان انا يعني مش برجح الحشو المحشي المشكل، بحب دايما اكتر محشي بحبه اللي هو الكرنب، اللي هو الكرنب. تمام. حشيت شويه، لميت شويه الرز الحلوين اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول، اعمل شويه حلوين ولعت عليهم برضو، حطيت لهم عيار. هنا طبعا حمرت البطايه، هنا الفلفل والكوسه حمرتهم برضو، مرضتش ان انا اقسى البطايه، يعني بحب احمرها في الفرن بصراحه، بحب لونها حلو. بس هما مستعجليني يلا يلا، وكان ميعاد الغدا جه، قلت له انا على ايه يلا، حمرتها. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو بتاعنا
خفيف ظريف لطيف كده. شايفين الاستعجال؟ والله الاستعجال وحش فعلا. انا جيت اقلبها عشان قلت اتحمرت، لقيتها لسه زي ما هي، رجعتها تاني. انا طبعا حمرت الكوسه اهو، حمرت البطايه، الشوربه معانا اهي. تمام. ايه رايكم بقى في الغدا بتاعنا ده؟ حاجه خفيفه، حاجه حلوه. إيه طبعا هم مستعجلين عايزين يتغدوا، يلا يلا. ده قلت لهم الوحش على الصينيه يا سيدي. على فكره يا جماعه، احلى اكل كده ان انت تعمليه بحاجه هي يعني ايه، بدون اي مشاق، بدون اي تعب. تحس كده ان هي حاجه حلوه. تفرحوهم حواليك، تعملهم كل يوم تجديد. يعني لا كل يوم نزوق الاكل، ولا كل يوم طبعا نقدمه بطريقه مختلفه. تمام. اهم حاجه متبخلوش عليا باللايك والشير. دعوه حلوه لاختكم في الله، ان ربنا يقف جنبي، لان انا دلوقتي بامتحن وكده، وبشدد عليكم او منكم. وربنا يديمكم نعمه في حياتي. وسلامي سلامي لاغلى اخواتي، لكل حبايبي اللي بيتابعوني من مصر ومن خارج مصر. بقول لكم وجودكم كالعاده على راسي من فوق. واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله يا احلى اخوات، واقول لكم مع الف الف سلامه. مع السلامه.